أسهل وأسرع مكرونة هتعمليها بالطريقة دي. معلقتين سمنة على النار، أول ما يسيحوا معايا هنزل ببصلاية وسط، هقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين. حابة تضربيها في الكبة براحتك خالص. أول ما تدبل معايا هنزل برشة الملح والفلفل الأسود، دول البهارات اللي هستخدمها، مش هستخدم بهارات تانية خالص. هو الملح والفلفل الأسود مش أكتر من كده. هنزل بكمية المكرونة بتاعتي المطلوبة والكمية اللي انت عايزة تعمليها. هشوح المكرونة كويس جدا على النار مع البصلة والتوابل بتاعتنا، الملح والفلفل الأسود، لغاية ما لون المكرونة بتاعتي يديني اللون الأصفر كده، اللي الذهبي الخفيف. أنا مش عايزاها يعني غامقة شوية، لا أنا عايزاها ذهبي فاتح بالشكل ده. شايفين ازاي؟ هبدأ أقلب فيها وأشوح فيها لغاية ما تديني اللون الجميل ده. عندي طماطم أنا ضربها في الخلاط من غير مية خالص. هنزل بكمية الطماطم بتاعتي وأبدأ أشوح لمدة 5 دقايق، 5 دقايق تشويح الطماطم مع المكرونة برضو بالشكل ده. وبعد كده هزود المية بتاعتي على حسب سوى المكرونة اللي عندي، أو حسب كمية المكرونة اللي انت عاملاها. هنزل بكمية المية بتاعته. طبعا هظبط الملح بتاعي والفلفل الأسود، أنا لقيتها محتاجة ملح وفلفل زبطتها وزودت لها شوية. بعد ما اظبط ملحها وفلفل الاسود بتاعها هغطي الحله معايا لغايه ما تغلي بالشكل ده. اول ما تغلي معايا بالشكل ده هغطي النار خالص لغايه ما تستوي. شايفين معايا ازاي مفلفله ولونها جميل، بس الكاميرا ظلمه لونها وطعمها تحفه. اتمنى لو عجبكم ما تنسوش اللايك.